في ردود انا مستنيه يا فندم، ما انا مستنيه يا فندم. اذا رد منطقي انا مثلا الارقام اللي حضرتك بتتكلم عنها مع الاحترام ده جهاز مركزي الاحصاء، الحمد لله مش ارقام. انا بقول لحضرتك بس اقول لحضرتك حاجه، الارقام اللي موجوده في الحكومه حضرتك تعلم ده بحكم ان حضرتك من رؤساء الهيئات البرلمانيه، واكيد كنت في اجتماع رئيس الحكومه او بلغوا حضرتك ان في تقرير جاي من الحكومه بنتائج اول 4 شهور من عملها او اول ربع سنه من عمل. والله لا يا فندم هيبان فيها تحديد. ما باينين يا فندم. لا يا فندم. امال هنعمل ايه يا جماعه؟ معلش هنعمل ايه بعد قرض الصندوق بقى؟ اجي بقى على قرض الصندوق هنعمل ايه؟ انا هشوف محمد ابو حامد برضه الاول. الحكومه كان عندها برنامج اصلاحي، وبرنامج اصلاحي ده جزء كمان من برنامج الرئيس. وعايز اقول لحضرتك انه اللي اتقدم ليه البنك الدولي اتوافق عليه ولم يكن في بند. ولو صندوق النقد، ولو كان في اختلاف ما بين او مناقشات حصلت ما بين الحكومه وما بين صندوق النقد كلها كانت مرتبطه بالتوقيتات. يعني ده برنامج الحكومه مش برنامج صندوق النقد. وعشان كده لما اخواننا برضو بيصمموا ان الحكومه ما فيش رؤيه، امال احنا وافقنا على البيان ليه؟ وانا ما اعرفش ان الحركه الوطنيه ما وافقوش في الحقيقه. انا فندم وافقت. لكن في الحقيقه احنا وافقنا على رؤيه وعلى بيان. استجواب اقتصادي ولا سياسي؟ سياسي. ليه؟ انا شايفه سياسي. ليه؟ يعني عشان ده حزب الحركه الوطنيه يعني؟ مش الحركه الوطنيه بس، عشان هو لسه ما استلمش اول تقرير بنتائج عمل الحكومه، وبيتكلم عن الحكومه بعد 4 شهور. 4 شهور ايه يا فندم؟ في العالم حد بيحاسب الحكومه بعد 4 شهور؟ بقى سنه. ده استجواب سياسي عشان وفي استعجال مش اقتصادي. يا فندم الكلام ده بترد ازاي على التهمه دي؟ هرد بشكل مش تهمه. ليه؟ الاستجواب السياسي مش تهمه لحد، مفيش تهمه. انه لا يعني انه الاستجوابات السياسيه ليس غرضها انجاز حقيقي، يعني ده شو يعني؟ ارد يا فندم. لا امال ايه؟ طب امال ايه؟ يعني اخ عزيز امال ايه طيب؟ ما انا قلت لحضرتك في حد في الدنيا كلها بيحاسب الحكومه بعد 4 شهور. طب ارد يا خالد بيه؟ طب انت ايه رايك في يعني انا اسف. طيب انا اسف. يعني المعاناه، انت نائب برلماني وبتنزل، المعاناه اللي الناس بتشوفها يوميا. لا انا مش بس نائب، انا نائب برلماني وبنزل، وانا بنتمي للطبقه اللي المفروض ان النائب بدرابي يدافع عنها. انا بنتمي للطبقه المتوسطه فيما تحت، وحضرتك تعرفني كويس وتعلم ان عائلتي فيها من الفقراء ما لا حصر له. يعني ما انا بتكلمش من فوق عشان بس يبقى الامر يعني باين جدا وباين كمان للمشاهدين. الحاجه الوحيده انه انا شايف الظروف اللي الحكومه بتدير فيها البلد، انا شايف التحديات اللي بتواجه الحكومه. ما ينفعش اغيب التحديات واغيب الظروف وابتدي اتكلم عن تقييم الحكومه. حتى من وجهه نظري ده ما يبقاش في امانه في العرض على المواطنين، لسبب احنا مش هينفع نستمر الا لما نعمل ترشيد للدعم، مش هينفع نستمر غير لما الحاله اللي حاصله في البلد اللي كل الحكومات اللي فاتت كانت عماله تاجلها تتعالج. الحكومه بنطالبها بالاصلاح، ولما تبتدي الاصلاح نقول لها بتسبقي ليه؟ قرض الصندوق ده برنامج